اتصالي ضعيف وأنتم حي الله زهير الزهراني، حي الله زهير الزهراني. اللهم صل على محمد وآله. ارفع يدك يا إبراهيم، ارفع يدك يا إبراهيم الغامدي، ارفع يدك. خلي أقدم الشيخ يتيم الزهراء يرد على كلامك. خلي أقدم الشيخ يتيم الزهراء يرد على كلامك عزيزي، على رواياتك. اصبر شوي. شيخنا الشيخ يتيم، لكم المايك مولاي. شيخنا تسمعني شيخ يتيم الزهراء؟ لكم المايك شيخنا الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أنا أقول الأخ الفاضل الكريم بمسألة أنني عدت لما كان في حق حبيب الصفا، فوجدت فعلا أن لديه خلط في أواخر عمره، ولكن أولا هذا الخلط لم يترتب عليه أي مفسدة، هذا أولا. ثانيا أن هذا المقال الذي صدر منه صدر قبل الخلط، والمعلوم لدى الرجاليين أنه يقيم هذا الخلط إن وجد يقيم، فإن كان في أول حياته يعني أثناء تصحيحه يعني في شبابه أحسنتم يشكل. أما في هذا المقام الحديث والتصنيف في هذه القضية يعاد إلى متى؟ يعاد إلى آخر حياته أخيه. أحسنت مولاي، الخلط لاحق للتصحيح، إذا لا قيمة للطعن في مقال حبيب الصفا. لماذا؟ لأن ما وجد من خلط في مقاله وجد في آخر حياته. خذ ما أشكله في المسلمات التي طرحها محمد بن أبي بكر، كان مقالا سديدا ولا إشكال فيه. هذا من جهة أخي. من جهة أخرى أخي الفاضل الكريم، أما القول في الفاطمي، أقول نعم إن الفاطمي ما ذكره أو إن الفاطمي في ذاته ثقة، هذا المقال صحيح، ولكن أولا الفاطمي عمن روى. هنالك اختلاف في الطبقة، يعني طبقة الفاطمي ورواية الفاطمي هنالك فارق. أنت تعلم أن سلسلة الصحيح أستاذ إبراهيم، الحديث حول الصحيح يجب أن لا يكون هنالك فارق، يعني أن يكون الراوي عن مثله، هاي اللفظة عن مثله، يجب أن يكون هنالك نوع من الاتصال بين الراوي وبين الذي يليه. الفاطمي وما رواه في هذه القضية أستاذ الفاضل إبراهيم حفظك الله وأيدك، ليس هنالك اتصال بينه وبين الراوي الذي روى عنه، ولهذا أنا أقول إن هذه الرواية في سندها علة. أقول هذه الرواية سندها لا يستقيم. لماذا؟ لأنه يوجد انقطاع في سلسلة السند، والدليل الرواية عن الفاطمي. تفضل مولاي قدم الأخ الكريم وحياه وبياه، وأنا أرجو من السادة الكرام الهدوء. الأخ جاي يناقش وجاي يقدم لنا الأدلة، فرجاء جزاكم الله جزاء المحسنين بهدوء. تفضل أستاذي علي الشمري، لك المايك، حياكم وبياكم. حياك الله شيخنا الشيخ يتيم الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. أتمنى من الضيف إبراهيم الغامدي أن أولا يرفع صوته شوي، وبعدين يرد على الإشكال الذي طرحه الشيخ يتيم. وأتمنى كذلك من الأخوة أن يخففوا يترفقوا ثم يخففوا التكست، لأن أنا اتصالي ضعيف. تفضل يا أستاذ إبراهيم، لك المايك، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسم بالله، اتقوا الله، لقد ظهر الحق. أقسم بالله أني أرتجف الآن، لأن الآن لقد تسنن شيعي على يدي. والله أكبر والله أكبر والله أكبر والله أكبر. أشكر كل من ساندني، أشكر من كل ساندني. لقد ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. نعم في شيء يتسنن فوق، اطلع فوق وشوفوا. أنا راح أرد على كلام أخي الآن. عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرد تسمع البغين أنغم الممات. جلجلت عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرد تسمع البغين أنغم الممات.
هي المنتخبة. الله. أنا راح أرد على كلام أخي الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء هو كتاب كشف الشبهات عن الرجال، الإثبات جيم 3 صاد 135. وراح عندك شيء ثاني بعد. أنا لا أتنازل عن تصحيح أبو جمانة يا من تتكلم يا الشمري. لقد خفت قبل شوي، شفتك ما شاء الله عليك، خفت قلت ترجح الاتصال. أنا لا أتنازع عن تصحيح أبو جمانة الرافضي في كتاب تخريف القول مجلد 8 صاد 22. أنا ألزمك بهذا التصحيح، أنا ألزمهم بهذا التصحيح. أبغى رد يا الشمري، لا تقول لي اتصالي ضعيف، أنا صوتي مرتفع الحمد لله. وعندي شيء ثاني بس أنا راح أقول له بعد ما ترد على هذا الكلام. خذ المايك. هي المنتخبة